وهذه المنافسات الإفريقية. إذن سمعنا للنشيدين الوطنيين المواجهة الحكم ويلي ستيفان ملعبي في بطولة شمال افريقيا وفي المباريات الاعداديه لنوتش المباريات. المباراة الثانية نتمنى العناصر التحية دائما تكون صعبة كانت امام منتخب قوية البطل لازم استحضارها وخصوصا استثمار فرص هذه المباراة. هذه الجولة الأولى الكرة اللي فاتت منتخب اثيوبيا على نحو جيد، لعبت الكرة طويلة، كرة بالرأس، تدخل ممتاز لأيمن طهري، كرة طويلة تصل لابراهيم الرباج ممتاز على مستوى الجيل اليمنى، انطلاقه ديال محمد امين مصطاش، محمد امين امكانيه التمرير يمرر لكن التغطيه الدفاعيه الجيل اليمنى بالفعل عند ابراهيم الرباج رفع الكره، فرصه الهدف وتدخل الدفاع، محاوله ممتازه تعطيس، نتابعوا التمريره ممتازه من ابراهيم الرباج، لاحظوا على المقاس الراسيه لكن ردة فعل كذلك كانت جيده من طرف حارس مرمى منتخب اثيوبيا. لعبت كره دائريه راسيه، تدخل ابعاد الكره دائما خطوره، تسديده لكن مشات فوق البرميل في الوقت اللي حذري من المرتدات السريعه، انطلاقه للاعب داويت لكن تدخل ممتاز ادم سودي. زينبي كيتقدم هذه مره على مستوى الجهه اليسرى عند اللاعب اسماعيل العود، هذه محاوله لبحث كيف التسديده، تدخل الحارس، تسديده قويه من إليان مستوى الجهه اليمنى، حذري من هذه المحاوله، تسديده مره الجهه اليمنى، محاوله بواسطه اللاعب داويت كاسان لاعبي ديال المنتخب اثيوبيا من اجل استرجاع الكره، حذري من هذه المحاوله، كيبحث عن امكانيه التسديد، تدخل الحارس ادم معاش، ممتاز ادم معاش، كان تسديده كره طويله على مستوى الجيل اليمنى ممتازه، ابراهيم الرباش حصل الكره يدخل داخل مستطيل العمليات بامكانه مره تمريره لكن الكره كانت سهله في الجيل اليمنى، لاحظوا الطريقه باش حصل الكره، طريقه اللاعبين الكبار كيدخل داخل مستطيل العمليات يمرر لكن التمريره ما كانتش بشكل جيد في الوقت اللي كان بامكانه يلعب الكره عند إليان الحديدي. علاء تعطيها الكره الثابته مباشره في القائم الثاني لكن الكره مشات بعيده بالسيشل، كان خروج من دور المجموعات. هذه محاوله لفدات المنتخب الاثيوبي، حذري لكن تغطيه من طرف ايمن طهري، ابعاد الكره طريق ايمن، محاوله على مستوى الجهه اليسرى، حذري من هذه الفرصه داخل مستطيل العمليه، تمريره والهدف الاول، هدف اول لفائده المنتخب الاثيوبي، تمريره من طرف لاعب بنيام عامل من جديد، لاحظوا التمريره على مستوى الجهه اليسرى، تمكن من التمرير داخل مستطيل العمليات والمتابعه لداويت كاسان يبدا هو رقم 9 ليتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده منتخب اثيوبيا. ادم معاش حذاري من الاخطاء، حذاري استرجاع الكره بطرف لاعبي ديال المنتخب الاثيوبي، تسديده، تدخل الدفاعي ديال الحديث ابراهيم الرباج كيمر عند لاعب ايمن طهري، محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي، رفعت الكره في القائم الثاني راسيه لكن مشات فوق المرمى، الراس مجدد هذه المحاوله تمريره ممتازه لايمن طهري لكن الراسيه ما كانتش بالدقه الكافيه اللي من اجل وضعها في المرمى وفي الشباك. لاحظوا الخروج ديال الحارس، خروج كان دخل عمليات، محاوله خطيره، تدخل الحارس في الوقت اللي الحكم توقف اللاعب. نتابع من جديد هذه المحاوله داخل مستطيل العمليات، هذا يتابع الصورة، الحكم كذلك كيحاول انه يشوف الوضعية كذلك إذا ما كانش هناك خطأ، كانش هناك في الجهة اليمنى تمريرة لإبراهيم الرباج، تدخل أمام إبراهيم الرباج، هناك خطأ بالفعل، خطأ لفائدة المنتخب الجهة اليمنى، لاحظوا التدخل بالفعل كان واضح من طرف لاعب المحاولات، لعبت كره في القائم الاول، تدخل المدافع واللاعب، تبادل المحاوله فائده المنتخب الوطني المغربي، تسديده لكن مشات فوق المرمى، قدام يسدد لكن التسديده ديالو مشات بعيده شيئا ما. ابراهيم الرباج شنو يعمل الى جانبه ايمن طهري، ابراهيم الرباج يمرر كره كترتطم هنا كنتابعوا المحاوله التمريره ديال ايمن طهري، خروج الحارس الاول بتقدم منتخب اثيوبيا. يسعى كذلك الظهور بوجه قوي في الوقت، هذه محاوله لفائده المنتخب المغربي، مصطاش بامكانه يسدد تسديده والهدف الاول، هدف اول وهدف التعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي.
الجماهير المغربيه الحاضره لمساندة العناصر الوطنيه. هدف والريرة. نتابع من جديد المراوغه الممتازه ديال اسماعيل العود الذي يمرر عند محمد امين مصطاش، وضع الكره بالرجل اليسرى، غلطه الحارس كبير طاديس وعانقه الشباك. هدف تعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي، هدف اللي غيعطي ثقه غادي يرفع المعنى امام منتخب المكسيك بعد ما كان ضمن المنتخب الوطني المغربي التاهل. المنتخب الوطني المغربي لعبت كره دائريه، خروج الحارس كبر خاطر بدايه المنتخب الاثيوبي. حذري من هذه الفرصه، بحث امكانيه التسديد. تدخل الحكم كيطلب وسط اللقاء. المحاوله وسط لعيب امير مجمل، والكاميرون انتصر امام اوغندا بهدف مقابل شيء. محاوله حبيب زين بالراسيه، دائما الخطوره متواصله لفتاه العناصر الوطنيه. تدخل حذري من هذه المحاوله، يسدد والكره تمر جانبا. لاعب اللي لعبت الكره في القائمه الثاني. تدخل ادم معاش، حذري من هذه المحاوله. تدخل دائما وقف اللاعب. نتابع المحاوله اللي شكلت خطوره، خروج ديال الحارس ادم معاش. محمد حبيب زينبي، اسماعيل العود، طلعت ابراهيم الرباش. تمرير هذه محاوله في المنتخب الوطني المغربي، امكانيه التمرير لكن تدخل الدفاع. كان العود كمرة ممتازه عند اللاعب وليد بن صلاح. وليد هذه محاوله ومرت جانبا. محاوله كان بامكان اللاعب في الشباك بنيران صديقه. لاحظوا الوقت اللي بغى يبعد الكره. منتخب الوطني المغربي، تمريره من وليد بن صلاح، كان بامكان استثمار هذه المحاوله. لاحظوا التدخل وابعاد الكره في الوقت. لاعب فريق ديبورتيفو الافيس لعبت كره دائريه، محاوله ومرت من امام عدد من اللاعبين وعلى راس اسماعيل العود في القائمه الثاني. لاحظوا لعبات الكره، المتابعه ديال حبيب زينبي لو لمس الكره، خصوصا بان كان هناك تواجد لاعبين امام المرمى، ادم اللاكي وكذلك لاعب ويسافيليل. ابراهيم الرباش كيحاول كيسدد لكن كره بعيده في الوقت اللي طلب الكره محمد حبيب حتى امكانيه التسديد، لكن التسديد ديالو مشات بعيد على مرمى الحارس كيبيد تاديس. كتضيع هذه المحاوله وهذا كيبين هناك عياء. هذه محاوله كان هناك تدخل، الحكم خلى امتياز مادام كره في يد المنتخب الوطني المغربي. تمريره في القائمه الثانيه، فرصه هدف ثاني في يد المنتخب الوطني المغربي اللي امن بكل امكانياته. هذا الضائع الكل تنفس الصعداء. لاحظوا المحاوله، كان هناك تدخل، الحكم افضل ما دار وخلى الامتياز مادام الكره في يد المنتخب الوطني المغربي. تمريره من طرف لاعب محمد حبيب زينبي، والراسيه الممتازه في الشباك وفي المرمى تقدم هدف ثاني وتمنع هدف ثاني للعناصر الوطنيه وللمنتخب الوطني المغربي الذي يقترب من نقاط الثلاث. صعبه ولكن مهمه.